طاسة بيض بالطماطم لفطار سهل وسريع ولذيذ. انا تقريبا كده ادمنت الطاسات اخر فترة يعني اكتشفت كده شوية طاسات كده للفطار او وصفات الفطار او عشاء خفيف كده، سهلة جدا بسيطة جدا لذيذة جدا وممتعة اصلا في تحضيرها. النهاردة بقى هنعمل طاسة البيض بالطماطم بشوية اضافات كده هيودوا الطاسة دي في حتة تانية خالص. يا جماعة طعمها رائع خطير بجد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس اللي يصلكم اشعار بكل الوصفات الجديدة. وما تنسوش تعملوا لايك وتقولوا تحت في الكومنتات ايه رأيكم في الوصفات اللي بعملها بتاعت الفطار بتاعت اخر فترة. ويلا بينا كده نسمي الله ونبدأ الوصفة بتاعتنا. يلا بينا. اول حاجة معانا كمية محترمة من الطماطم هنقشرها. انا مستخدمة 5 حبات من الطماطم، حجم كبير. تمام، ممكن تستخدمي 3 أو 2 وتحطي من معلقة لمعلقتين صلصة حمرا او معلقة لمعلقتين معجون طماطم. في وك على النار او طاسة او صينية whatever، هنحط معلقة سمنة او معلقة زيت اي مادة دهنية لحد ما تسخن خالص، وهننزل بالطماطم. هنسيبها على النار لحد ما الطماطم تبدأ تستوي خالص. وهنحضر بقى الخضار معانا هنا قرنين او 2 حبة فلفل اخضر. تمام، ومعانا كمان 5 فصوص توم مهروسين او معلقة توم كبيرة. اول ما نوصل للمرحلة دي والطماطم كده تتهرس تبقى عاملة زي معجون الطماطم، هنبدأ ننزل بمعلقة توم ونقلب. في الوقت ده التوم والطماطم مع بعض على النار. هجيب بصل اخضر، ممكن تستخدمي بصل احمر عادي او بصل ابيض، بس البصل الاخضر هو الاصح او الاستحسن. لو هتعملي بصل عادي خليه قطع صغيره. اول ما التوم بقى يبدا يطلع بقى ريحته، او ممكن تبشري البصل. تمام، اول ما التوم بقى يطلع ريحته كده ويملى المكان، هنزل بالفلفل الاخضر. واول ما الفلفل الاخضر تبدا ريحته تطلع ويبدا يدبل، هنزل معايا بنص معلقه بابريكا، نص معلقه كمون، معلقه ملح. تمام، وهنزل بالبصل الاخضر بتاعي. تمام، وهجيب بقى جزرة ابشرها. يعني اضافة الجزر والبصل الاخضر بيودوا الطاسة دي في حتة تانية خالص. انا بحبهم جدا البصل الاخضر والجزر دول، بحب طول فصل الشتاء ادخلهم في اكلات كتيرة جدا. المهم هنمكس بقى كله مع بعضه لحد بقى ما الخضار والفلفل وكل ده يستوي. اخر مكون هنزل بيه هي رشة البقدونس. رشة البقدونس، انا عايزة ريحة البقدونس تكمل معايا لحد اخر معلقة او اخر لقمة هاكلها من الطبق ده. لسه البقدونس حتى ما لحقش على النار، اديت دوبك هي تقريبا واحدة. ارفع من على النار وهبدأ انزل البيض، ارفع من على النار وهبدأ انزل البيض. مش هنزل البيض ولا على النار عشان انا عايزة ريحة البقدونس تكمل معايا. تمام، ريحته طعم البقدونس يكملوا معايا. ما عندكيش بقدونس حطي كزبره عادي، بس بجد البقدونس ده حاجه لوحده كده، ده في مكان لوحده كفايه ريحته وطعمه بس. هنزل بقى بالبيض وهقلب كده البيض، هعمل له زي نظام زي بقول كده نقره كده او حفره في قلب الطاسه عشان يستوي كويس. وهقلبه كده واحطه على النار. مش هيكمل معايا 3 دقايق وانا ايدي فيه كده تقليب كده، اقلب في البياض واقلب في الصفار بتاعه. وبعدين هنزل برشة البقدونس للتزيين، ممكن تزيني بأي حاجة تانية. بس كده الوصفة خلصت، سهلة جدا بسيطة سريعة التحضير، طعمها حلو جدا. الطاسة دي تنفع للفطار وتنفع للعشاء، مكسلة مش قادرة تعملي حاجة، جوعتي بالليل وعايزة تاكلي حاجة، قلقانة وجعانة، الاكتئاب عندك طاسة السعادة. فهي حلوة بجد، طعمها حلو جدا.
اتمنى رب الوصفه تعجبكم، واتمنى تجربوها، واكتبوا لي تحت في الكومنتس تحت عايزيني اعمل معاكم وصفات ايه تاني، وايه اللي انتوا عايزيني اعمله. بس ما تنسوش بقى اللايك والسبسكرايب والكومنت. اشوفكم ان شاء الله على خير فيديو جديد. سلام ختام.